السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصطفى خليفة من برنامج جيب جول. مبروك للنادي الأهلي وأرد لك لنادي الترجي بالفوز النادي الأهلي 3-0 في دور السيمي فاينال في ذهاب دوري أبطال أفريقيا. فاضل حاجة بسيطة والأهلي يبقى في النهائي عشان نشوف هيلاعب الوداد ولا نادي صن داونز. في نقطة حابب أتكلم فيها سريعا لكل لعيب في الأهلي في إسماعيلي في الزمالك. انت لازم تكون بتلعب برجوله، لازم تكون بتعمل كل حاجه في الملعب لمصلحه فريقك، لان اللي بتعمله مصلحه فريقك هيعود عليك. في كوره امبارح محمود طاهر في الدقيقه مش فاكر حاجه و70 80 راجل انفراد، وكان في ايده يباصي لتاو، كان قبل ما تاو يخرج او كان في ايده يباصي لمحمد شريف والوحيد اللي كان فاضي وواقف قدام الجون. راح الباشا قرر يشوط، هو قرر يشوط، كره طلعت فوق نزل تحت، ايا كان اللي حصل كورنر او ايا كان، ده كان فرصه الجون الرابع. الجون الرابع ده ممكن نندم عليه، وكلنا طبعا فاكرين واقعة برشلونه وليفربول لما ديمبلي ضيع الكوره في اخر الماتش اللي هو الجون الرابع وراحوا ندموا هناك، وكانت برشلونه مكسره الدنيا السيزون ده وكانوا عاملين كل حاجه، مفيش حاجه مضمونه تمام. ودي مش دي المشكله ان الماتشات اللي قبلها واللي قبلها بينزل محمود طاهر ومحمد شريف في اخر الماتش بيتمشوا. يا جدعان انتوا لعيبه كوره، الرياضه انتوا ما بتعملوش حاجه في حياتكم ان انتوا بتجروا كده، انزل موت نفسك لغايه اخر دقيقه في الماتش. يا اخي ده انت بتنزل اخر، يا اخي انت لو متعاقب وقاعد على الدكه عشان انت وحش، انزل اثبت ان انت كويس في ال10 دقايق دول. ده منتخب الارجنتين ادانا درس يعني ايه روح ويعني ايه قوه ويعني ايه تجري لغايه اخر نفس. وعلى فكره اللي كسب الارجنتين من ضمن الاسباب اللي كسبهم الروح والقوه والعزيمه اللي مش طبيعيه. اللعيبه كانت بتنزل من الدقيقه 1 للدقيقه 90 بتجري. كام ماتش كاس العالم كله، يعني عيب. يعني واحد بيتعب من الحاجات دي يا جدعان. انزل يعني انت لعيب في الدوري المصري، يعني اعمل حاجه عشان تبقى زي الناس بتاع بره، يعني عشان توصل لحاجه كبيره يعني. والكلام ده مش لعيبه الاهلي، الكابتن لعيبه الزمالك والاسماعيلي والاتحاد وكل اللعيبه اللي في الدوري المصري. يا جماعه احنا زهقنا والله العظيم اللي بنتفرج عليه ده. الواحد بيجي تاني يوم يفتح الدوري الانجليزي او تالت يوم بيشوف حاجه، يعني انت بتتفرج على ماتش مثلا ليدز وايا كان الفرقه بتلاقي حاجه نظيفه قدامك، يعني فرقه بسيطه اللي مالهاش تاريخ قصاد مثلا تاريخ النوادي اللي انت فيها وبتشجعها. يعني لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت ان ده اللي كان كولر لازم يطبقه، وان دي فرصه ذهبيه اللي ما ينفعش يفرطها. الترجي عنده مشاكل كتير. طبعا الماتش ما كانش عاجبني قوي الصراحه امبارح بسبب ان ما فيش جمهور. الحماس والحاجات بتاعت الجمهور دي بتفرق معانا كلنا، بس الحمد لله الاهلي عمل اللي عليه. وهارد لك الواحد حزين طبعا على نادي الترجي. الصوت التحليلي بيقولوا ان الترجي اول مره في التاريخ يبقى بالمنظر ده، ولازم بقى يراجعوا الدنيا ويراجعوا ادارتهم، وان شاء الله الدنيا هتظبط. يعني الاهلي عمل ماتش كبير طبعا، شابوه للمدرب الكبير كولر اللي سال عن النادي الاهلي. ويعني ايه سال عن النادي الاهلي؟ يعني الراجل بقاله من قبل ما يجي النادي الاهلي عارف ان النادي الاهلي بيروح بطولات كتير، بيلعب في وقت طويل، فلازم اللعيبه كلها تشارك. لو خدتوا بالكم اللعيبه ال 33 لعيب شارك مع كولر من ساعه ما مسك الاهلي، فدي حاجه كبيره جدا، يعني ان هو عمل تدوير كبيره، اللعيبه مش هتتعب في نفس طويل لاخر الدوري. بس كده. انا مصطفى خليفه برنامج جيب جول. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش مشترك في القناه يلا انزل اشترك. سلام.